السلام عليكم، صبحكم الله بالخير وحياكم الله جميعا، يا هلا ويا مرحبا بالجميع. شوفوا يا جماعة، الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الله سبحانه وتعالى يقول لك الأماكن اللي يسب فيها الله ورسوله ويتطاول فيها على دينك كمسلم حرام الجلوس فيها، أو فأنت مثلهم. أنت مثلهم. الأعذار: والله أنا قصدي غيرة على الدين، أنا قصدي أدافع، أنا ما يفتنوني شفت في استثناءات بالآية لما قرأتها؟ ما في استثناءات. بلغتك، أنت على راحتك. أنا عن نفسي لي أكثر من 15 سنة في هالمجال، والله الذي لا إله إلا هو ولا مرة واحدة ما دخلت بثوثهم ولا غرفهم أيام البالتك ولا تجمعاتهم ولا منتدياتهم، ولا يشرفني. بل والله إني قبل لا أعرف الحكم في التواجد في هالأماكن ما كانت نفسي تطيق إنها تجلس بهالأماكن. المهم، شوفوا يا جماعة الخير، الملحد في العالم العربي يساوي أنجس ما شالت الأرض مما يتنفس من أنجس الكائنات الحية. ليش؟ لأن الملحد مثلا في أوروبا أو في أمريكا لما يتكلم عن الإلحاد يقول لك إن الإلحاد واحد واثنين وثلاثة. هذا الإلحاد. تبغى تتقبله تقبله، ما تبغى تتقبله يعني فيهم خبث حتى هم، لكن مو مثل الخبث اللي عندي هنا. لأن الخبث اللي في أوروبا أو الملحد اللي في أوروبا، إن ظليت على نصرانيتك أو اعتنقت فكرة الحادي، ما هي فرقة واجد. ليه؟ لأن العدو الكبير في الشرق شوي، اللي موكلين أمره للملحد العربي اللي هو الإسلام، أشياء لا يمكن يقولها لك الملحد، لا يمكن يتطرق لها في الحديث معك، ولازم تفهمها زين 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 عشان تعرف لما يتكلم معك الملحد أصبعك تحطه بعينه تقول أنت كذاب، في نص عينك كذاب. شوفوا يا جماعة، الأخلاق، القيم، المبادئ، المراجع الأخلاقية أو السقف الأخلاقي، أو القيم والمبادئ والأشياء هذه والقوانين اللي نلتجئ لها للتحاكم إليها. أنا وياك اختلفنا على موضوع، أنت شايفه من حقوقك وأنا شايفه من حقوقي، من يفصل بيننا؟ إلى وين نرجع؟ نرجع للقوانين، للأنظمة، للعرف، ل يعني الشريعة. هذه الأشياء هي اللي تحدد. هذه الأشياء لا وجود لها في الإلحاد. الإلحاد فارغ تماما. الإلحاد في حاجة واحدة: الهجوم على الأديان. هذا يقال، بينما التطبيق الهجوم على الإسلام. الإلحاد في كل هالأرض هو قائم على فكرة مهاجمة الإسلام. كيف تبني الإلحاد؟ اهدم الإسلام. كيف تبني اللادينية؟ اهدم الإسلام. معول هدم، لا يمتلك مشروع يبني به. القيم والمبادئ والأخلاقيات والمعاني السامية والأشياء هذه أشياء لا معنى لها في الإلحاد. يعني هذه كل الأمور اللي أنا ذكرت لك هي أصلا عرفها البشر من الأديان، من المعتقدات، أو من بقايا الأديان، أو من بقايا الحق اللي في الأديان. إنما الملحد اللي ما عنده لا دين ولا شريعة ولا هاتي ولا ودي، هذه الأشياء لا يفهمها، بل ولا حتى يريد أن يفهمها. خلنا نضرب مثال توضيحي على السريع. الآن أنت تشوف البشرية سواء مسلمين أو من أي معتقد من المعتقدات، تقريبا كلهم عارفين أنهم سيحاسبون بعد الموت أو يوم القيامة.
راح يحاسبون، وراح تؤخذ منهم المظالم وترد على المظلومين، صح ولا لا؟ بل إن بعض الشرائع فيها عقوبات بالدنيا وبالآخرة. سؤال: اللي يرتكبون الجرائم مثلا من المسلمين، هو مو عارف انه حرام؟ مو عارف انه سيحاسب يوم القيامة؟ نعم، هو متأكد 100% انه راح يتحاسب، ومع ذلك فعل هذا الفعل. هل عنده كان شك انه ما راح يتحاسب؟ لا والله، يعني اعتقد انه هو عارف انه حيحاسب، ولكن استزله الشيطان ونفسه، واعتقد ان الامور ما تصل الى هالدرجة، او اعتقد انه يلحق يتوب، او حتى ما فكر بالعواقب ولا ادرك حجم اللي هو فعل الا بعد ما وقع الفاس بالراس. طيب، الان شوفت عينك هؤلاء وهم عارفين ان في حساب وعقاب، ومع ذلك في بعض الاطر يعني يطلعون عن السيطرة، ما هم مدبرين وهم عارفين ان قدامهم حساب وخايفين منه، مو بس عارفينه، خايفين منه بعد. يعني كل واحد خايف ان الله يدخل النار، ومع ذلك يرتكب جرائم. بالله عليك، اللي ما عنده لا حساب ولا عقاب ولا ثواب ولا نار ولا جنة، وهو متأكد انه لازم يشبع من كل ما تشتهي نفسه في هالدنيا، ولا هو بعدها تراب. هذا اللي وش يدبره لو صار غفلة في القانون والنظام وفلتت الأمور، وشلون نعرف نتعامل مع الوحش هذا؟ شلون؟ وش يمنع عليه يظلمك؟ خايف من الله يعني، والعياذ بالله. اسم الجلالة، العقاب، الثواب، هذه أشياء كأنك تقول له مثلا فنكوش على قولة إخواننا المصريين، كلام ما لها معنى، ما لها أي معنى. بل وأسوأ من هذا أنهم يعتبرون هذه الأشياء تطورية، لابد من حدوثها علشان يستمر التطور وينتخب الأفضل، ويبقى بعدين بالنهاية الأقوى أو الأفضل. طيب، إذا كان هذا معتقد الملحد، هل تتوقع أن الملحد راح يقوله لك؟ هل الملحد يقدر يقوله لك هالكلام؟ أو يعني يطرحه على الناس بشكل صريح؟ لا، مستحيل. الملحد وش يعمل؟ يجي يناقشك في أشياء فرعية لا تقدم ولا تؤخر. الزواج في الإسلام، التعدد في الإسلام. على فكرة، ملاحظة مهمة: ما عنده حلال، ما عنده حرام. يعني اللي انت تمارسه بالحلال في اطار الزوجية، هو لا يمنعه اي شيء انه يمارسه مع عنز، مع حيوان عادي. ملحد ليه؟ خاف من الله مثلا؟ ما في شيء اسمه الله، ولا في شيء اسمه حلال ولا حرام. يناقشك في ليش في حور عين في الجنة، ليه فيه زواج في الجنة، ليه فيه انهار من خمر في الجنة. ملاحظة: اللي يقول هالكلام ملحد للمرة الألف. يعني فعلا فعلا الله يبارك لنا في غباء بعض أعدائنا. نسأل الله أن يبارك لنا في هالعقليات الغبية. فعلا هذولا بدل ما يكونون معول هدم للإسلام، صاروا معول هدم للإلحاد. ولا شفتوا لولا هذا ولطف الله سبحانه، قبل كل شيء لطف الله سبحانه وتعالى، ثم لولا هالأشياء هذه، أقسم بالله إنك غير تلقى البيت الواحد من بيوتكم هذه فيها مؤمن ويمكن 5 ملاحدة. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى الإلحاد أصبح مثل النصرانية، يا دوب يتوسع عند بين الأغبياء بس. بين اللي لا راحوا للإلحاد أو للنصرانية صاروا عالة عليهم، يقولون بعد سنة يقولون خلاص رجعوه، ما نبغى فلوسنا ولا نبغى، خذوه. ليه؟ لأن الناس كل مالها وتفهم. يعني أول ما سمعنا عن الإلحاد كنا خايفين، نقول لا، هذا شكلها فكرة قوية ومليانة مغريات، تصدق الملحد حياته كل أبوها ملذات وشهوات. طلع ما في حياته شيء إلا الهجوم على الإسلام، لا ملذات ولا شهوات ولا هات ولا ودي، ومرعوب رعب السنين كلها من الموت. وكل ملحد
يمشي على هالأرض كل ملحد، بين كل ملحد وملحد في ملحد خايف أو على أمل أنهم يلقون علاج للموت. من عرفة البشرية الإلحاد إلى اليوم، وهو على أمل أنه ما راح يموت لحد ما يلقون علاج يخلده على الأرض، يخلده في الحياة. فيجيك الواحد منهم ينتقدك في بعض الأمور، في الخير وفي الشر، ليه الله يفعل كذا، ليه الله يعمل كذا. آمنت بالله؟ أنت آمنت بالله؟ كويس. أنت إذا تؤمن بالله ناقش هالأمور، ما تؤمن بالله ما لك علاقة وليش أنا عندي كذا وليش ما عندي كذا. هل يعقل أنك أنت أساسا ما عندك مفتاح للباب الخارجي للبيت، ما عندك مفتاح، ما معك مفتاح يفتح لك الباب الخارجي للبيت، وجاي مصر أنك لازم تعرف ليه اللمبة اللي في الطابق السادس ما هي شغالة. أنت أساسا ما راح تدخل اللمبة عشان تشيك عليها أو تصلحها. أنت الحين خليك عند الباب. بالبداية خلنا نفتح لك الباب، خلنا نعرف ندخلك أول، بعدين راح نشوف إن شاء الله بالتاسع. فالملحد ما يقدر يقول لك مثلا على سبيل المثال، على فكرة يا فلان، ترى ما في بالإلحاد ما في أي مشكلة من زواج الإخوة الأشقاء أو غير الأشقاء، ما في مشكلة عادي أساسا. وليش نقول زواج؟ هم ذكر وأنثى زي أي ذكر وأنثى، مثل الذكر والأنثى عند الحيوانات. وليش لازم زواج وما نعرف إيه؟ ما هذه أشياء ما لها وجود ولا معنى في الإلحاد. والملحد، عرفت الآن ليش الملحد كل بناءه للإلحاد قائم ومعتمد خصوص يعني على وجه التحديد على مهاجمة الإسلام، لأنه لو سألته ما عنده لك إجابات. لأنه يعني لو جبت لك ملحد تمام، قلت تفضل مثلا أستاذ ملحد، أستاذ ما ندري وش هذا، لا مسلم ولا ندري وش، ما نفهم، يلا تفضل يا أستاذ ملحد كلم هذا عن الإلحاد. يعني هذا مو مسلم؟ لا. ما أقدر أهاجم الإسلام؟ لا. طيب وش أقول له؟ ما عندي شيء أقوله له. مثلا أقول له اطلع من الدين اللي أنت فيه ولا من المعتقد اللي أنت فيه اللي ما ندري وش هو، وتعال أؤمن أن الإنسان والحيوان واحد. مو مزح ولا سخرية، لأن في ناس صايرة صدورها ضيقة. أنت لا لا تسيء، لا تسيء حبيبي، مو أنا اللي قاعد أسيء. اللي قاعد يسيء اللي أنت تدافع عنه. الملحد يؤمن أنك أنت والحيوان من أصل مشترك. يومين الشمبانزي، يومين نوع ما ادري وش اسمه من القرود، يومين بكتيريا، يومين غبار كوني ما ادري زبالة كونية. فواحد يقولك انت بس لانك يعني صار عندك طفرة جينية معينة في مرحلة من المراحل بعد مليارات التريليونات السيركتيونات من الصدف نفذ من بينهم انسان. هذا الانسان صار معه نفس العدد اللي أنا ما أدري كم قبل شوي قلتها لكم من الصدف، فأصبح العقل ينمو، صار يفهم وصار عنده يعني الأشياء هذه. فأنت فقط مجرد صدفة خلتك تميز إنه لا، ما أنا ما أبغى، يعني هذه أعتبرها أختي، هذه أعتبرها أمي، هذه أعتبرها خالتي، هذه أعتبرها عمتي، هذه أعتبرها مرتبطة بفلان، هذه أعتبرها أم فلان. لا، ولا أنتم زيك زي البهايم اللي بالشبك المفترض. هذا الإلحاد. هذا يقول أهلك الملحد؟ لا. الملحد يهمه تترك الزواج في الإسلام. بعد ما تترك الزواج في الإسلام أهلا وسهلا فيك معنا بالحظيرة، تفضل خذ راحتك. بلا الزواج بلا كلام فاضي، يلا كله منفذ على بعضه. يقدر يقول لك الملحد مثلا، يقدر يقول لك الملحد ترى ما في شيء اسمه حرام انك تتعدى على طفل. مو مزح، جد. ما في شيء اسمه حرام. ما في شيء اسمه حرام. اني لو رأيت انه من مصلحتي ابادة العائلة، خصوصا زي ما قلت لكم قبل شوي ان لو حصل غفلة من القانون والنظام. تتذكرون في امريكا في بعض الفترات اللي صار فيها زعزعة بالامن، اما زلزال اما
إعصار، أما مظاهرات مثلا للاحتجاج على شيء معين، تذكروش كانوا يعملون بالمحلات؟ ليه؟ خلاص اختل النظام، اختل القانون، ما في حلال وحرام، خذ راحتك. طيب أنا ما أبغى أخذ راحتي، طق راسك بالجدار، ما يبقى لك ولا شيء. فأنت راح تكون بهيمة غصبا عنك. أوكي أنا ترفعت ولا مديت يدي على شيء، أوكي، بلط البحر. إخوانك في الإلحاد ما تركوا لك شيء، بعد ما يرجع النظام ترجع تشتريه مثلا، كبدوك خسائر فادحة. أما إذا كنت صاحب عمل، أو إذا كنت حتى المستهلك كبدوه الخسائر. والله أنا لو اختل النظام مثلا، أو لا قدر الله صار عندنا حرب، العائلة هذه وجودهم معي في الحياة ما يلزمني بدون أي سبب. أنت عارف أن هذا الشيء في الإلحاد عادي يفعل، هذا عادي. ليه؟ لأنك أنت مثلا اختارتك الصدفة أنك تستمر في التطور. والأمثلة على هذا كثيرة. جميع ما ينطبق عليه أحكام الحلال والحرام طبق عليه لا حلال ولا حرام، جميعه بلا استثناء. الآن أنا مثلا جالس أقول لك معلومات، تمام؟ هذه المعلومات لو كنت أنا في قرارة نفسي جالس أكذب عليك وأتكلم باسم الدين، وأنا عارف أني جالس أكذب عليك، وش يمنعني؟ لا في قانون يمنعني ولا نظام يمنعني. يعني في ألف حيلة أنك تتحايل بالكلام. لكن وش اللي يردعني ويخوفني من اني اكذب عليك مثلا في الشرع ولا في الدين؟ فليتبوأ مقعده من النار. انا عندي ما اكتم عنك علم، لان زكاة العلم نشره او تعليمه. انا ما اقدر اني مثلا امارس كل ما تشتهي نفسي لسبب واحد وبسيط، اني والله لو مت ما راح القى شيء، ما راح القى شيء. يعني عمرك سألت نفسك انت، الملحد اللي يعتقد ان الاسلام، ان الاسلام هو العائق بينه وبين الحياة، هو العائق بين، انت شو انت ما تدري؟ انت شفت لولا الاسلام هذا اخترع الذره من سنه، من عام الفيل يخترع الذره، بس من سوء الحظ يعني او حسن الحظ ما الوكاد، لاجل احد هالظروف هذه صار مسلم. فانت عارف يعني الاسلام يقول لا تفكر، لا تشتغل، لا تخترع، لا تكتشف، لا تعمل طب ولا تتعلم طب، لازم تعيش بدون هذولي. ولا مو كذا يقول الاسلام؟ طيب أنت تركت الإسلام اللي كان عائق بينك وبين الجوائز العالمية في المجالات العلمية، وين اختراعاتك؟ وين اكتشافاتك؟ أوكي، العام كان الإسلام اللي مانعك، والحين وش مانعك؟ وش مانعك الحين؟ جمع الفلوس من اليوتيوب؟ طيب مو أنت تركت الإسلام؟ انطلق استمتع بالحياة، انطلق. عجيب، ما تاخذ اللي هو يوتيرن راجع يهاجم الإسلام. أنت ما تركته؟ مو هذا اللي كان عائق بينك وبين الحياة؟ انطلق الحياة. طيب لا، ما عندي أحد أدلع عليه، هناك يعطوني بالجزم، الله يكرمكم، آسف. لا نسوي يوتيرن نرجع نهاجم الإسلام. ما عمرك سألت نفسك ليه ما ينشغل بإلحاده الملحد؟ وعلى فكرة لا يخدعك أحد بمسميات ربوبي، لا أدري، لا اكتراثي، أتساءل، أبحث، ماني عارف إيه. ملحد، كلهم ملحد، كلهم لا دينيين. لكن على رأي يعني الملحدين المراتب العليا، يقول لك هذا ربوبي على ما نعرف ايش، هذا الحاد الجبناء. ملحد لكن خواف بالعربي، ملحد لا يؤمن لا بالله ولا بالانبياء ولا بالرسل. تبون اقول لكم حاجه؟ خلونا نختم بهالكلام عشان ما نطول عليكم اكثر. انت شفت يعني، ما ادري هي الفكره تصل بشكل سهل، اقدر اوصلها بشكل سهل ولا؟ يا اخوان بالعربي من الاخر، هذول ثلاث ارباعهم الحدت فيهم الشهوات، والله الحدت فيهم الشهوات وذنوب الخلوات. صدقني، واذا ما تحب تصدقني مصيرك تعرف، مصيرك تكتشف حجم الانحطاط والقذارة اللي هم يعيشونه.
هذا شيء. الشيء الآخر، أنت عارف لو ترفع عنا التكاليف اللي في الإسلام، يعني اللي ما ألحد عشان الشبهات، ألحد ما يبغى التكاليف، يبغى يذنب بدون تأنيب ضمير، بدون ما يتساءل أنا صح ولا خطأ، أنا كيف عملت كذا، أنا كيف تعديت على فلان ولا على علان. حرام، ما يصير. شل عنا صيام، شل عنا صلاة جماعة، شل عنا الالتزام بالصلاة بمواعيد وأوقات معينة. خمر حلال، زنا حلال، أكل الربا حلال. شل عنا الأشياء هذه والتكاليف والضوابط هذه اللي تميزه عن الحيوانات، بكرة يصير من أئمة المسلمين عادي. أجل على بالك ترك الإسلام لأنه اكتشف في تعارض بين العلم والإسلام، ولا قضى وقته بالمختبرات العلمية. اللي مجلة سيدتي هذا ما قراها، مجلة ماجد، مو أنا حقت الأطفال، ما قراها ولا فتحها. هذا لو تسمع، لو يسترسل بدون مونتاج وتعديل على فيديوهاته، لو انك جالس عنده ويسترسل بالكلام هذا، تحتقر نفسك انك في يوم من الايام قررت تحترمه. جهل. هذول شفت اللي يقول لك فلان سطحي، يعني ما في عمق. لا، هذا مو سطحي، هذا طار من كثر الخفة، خفة عقل، خفة علم، خفة تقدير للأمور. ما فيه، صفر، صفر. فهذا مشكلته مع شهواته اللي ما هو قادر يسيطر عليها، ومشكلته مع رفضه للضوابط الشرعية والأخلاقية. يعني لو تجيب لك واحد مثلا من اللي من حقين الحاد الجبناء، اللي يسمي نفسه نسوية ليبرالية علمانية، من اللي ما تكلم عن المسلم المخدوع فيهم، لا، تكلم عن اللي فاهم وش قاعد يعمل، لكنه يسمي نفسه بمسميات غير الإلحاد. هات لك واحد منهم، تمام، واسأله سؤال واحد بسيط، أنا سألته عشرات المرات، والله ما لقيت جواب يعني يسوى أنك حتى تفكر فيه. واسأله سؤال بسيط، قل له ليش أنا لازم أبدل الشريعة الإسلامية بالعلمانية؟ يعني العلمانية وش الشيء اللي راح توفره لي يلزمني فعلا الحياة تقف عليه، ولا يمكن أن الشريعة الإسلامية توفره لي؟ خليني أقيس، علمني وش اللي يناقصني في الإسلام وموجود في العلمانية علشان أقيس أشوف هو يناسبني ولا لا، وانتظر الإبداعات بالإجابات. بالنهاية ولا شيء إلا الحرام، ولا شيء إلا الشهوات اللي قلت لك قبل شوي، ولا شيء إلا أنك ما تأمر ولا تنهى بمعروف ولا تنهى عن منكر، ولا فلان صلي وفلان لما تصلي، فلان ما يصير، فلان تستري، فلان احتشمي. يعني أنت كملحد أو كعلماني مثلا تبيني أضحي بالآخرة، أرميها في الزبالة، وأخذ العلمانية وأحكام الإنسانية، وأترك الشريعة الإسلامية لأجل هالأسباب هذه، عشان تشرب خمر، عشان تزني؟ ما أنا في مأمن بدون هالأشياء هذه، وأنا مالي ومال شهواتك وملذاتك. هذه أسباب إلحادهم يا أخوان. والله 3/4 اللي أنت شايف من اللي ألحدوا ترى كان الدافع الرئيسي والأساسي هالأشياء هذه، ولا يتعداها. امشي قص وراهم، امشي على أثرهم، على أثرهم، على أثرهم. قل لك مني اللي تبي، إذا ما انتهى بك الأمر إلى شهوة، شهوة، وأنا أتكلم عن شهوات جنسية بالتحديد، شهوة ستصل إلى شهوة هي اللي جرأته حتى على الشرك بالله، حتى على الكفر بالله، من شدة انغماسه فيه، من شدة عبوديته له. على كل حال هذه النقاط أنا حبيت أني أتكلم عنها، وهذا يعتبر كلام على السريع السريعي، لأن يوميا تجيني رسائل على التيك توك، على اليوتيوب، على الإيميل، شوف بث فلان الفلاني قاعد يضحك على المسلمين، تعال رد عليه، تعال. انت انا لازم ارد عليك انت اول، انت لازم اعلمك انه حرام تقعد عنده. ما ابغى احرق دمي ودمكم من جديد.
شوف، اسمع وش يقول الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. طيب هذه الآية تتكلم عن من؟ كمل وتعرف. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. عرفت من هم اللي تتكلم عنهم الآية؟ فهذولا يا أخوان ضالين عن علم، ضال وهو عارف انه كذاب واخو الكذاب، وهو عارف عنده معرفة ان الشريعة الاسلامية شريعة رائعة وجميلة جدا، وهو عارف في قرارة نفسه ان الالحاد سوداوية 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 مآلها بالنهاية. ما ابغى اقول الكلمة، يا يخلص على نفسه يا مثله. لا يضحك عليك ويقول لك نحتكم إلى القيم الإنسانية، سلم لي عليها لا شفتها. اتطلقت على ولدين، إنسانية، تمام؟ منين جبتها قيم إنسانية هذه؟ منين؟ ليكون القيم الإنسانية اللي قبل 15 سنة كان فيها عمل قوم لوط جريمة، واليوم الجريمة انك تقول عنها جريمة. خالتك إنسانية ليه ما تدخل بالموضوع؟ أو أثريها هي السبب، خلها لك ما تلزمنا بشيء. السلام عليكم.